الحقوني بسرعة، اسماعيل جوزي ضربني وخطف بناتي وسرق فلوسي وذهبي وكمان عربيتي. ايه اللي حصل لشيماء سعيد وليه جوزها عمل معها كده؟ مش هتصدقوا السبب. خلينا نقول لكم في البداية ان شيماء حياتها انقلبت 180 درجة، وده بعد موت ابنها رضا، لانها بعد اليوم ده بقت مشهورة وبقت تكسب ملايين من التيك توك وكمان من محلات الكوافير اللي فتحتها. وطول الوقت كانت بتأكد ان علاقتها باسماعيل الليثي كويسة، وهو كان بيقول عليها دايما دي الغزالة بتاعتي. مش بس كده، كانوا بينزلوا فيديوهات وهم بيرقصوا مع بعض وبيحب فيها. لكن فجأة شيماء نشرت الفيديو ده اللي قلب الدنيا حرفيا وبقت ترند بسببه. في كلام بقى من مصادر مقربة من شيماء بيأكد ان امه السبب في كل اللي حصل لها، وانها سخنته عليها، وانها كمان متغاظة من شهرتها ونجاحها. وكلام تاني بيأكد ان اسماعيل بيخونها دايما، وعشان كده علاقتهم متوترة.